عدنا مرة أخرى لاستوديو مصر جميلة، وبنتكلم عن محافظة واحدة من 3 محافظات لشمال الصعيد. طبعا الفيوم واحدة منهم، بني سويف، المنيا، كمان محمية وادي حيتان واللي مسجلة أحد مواقع التراث العالمي. مش هي المحمية الوحيدة اللي موجودة في محافظة الفيوم، في محمية وادي الريان، أيضا بحيرة قارون، بجانب الكثير من الآثار المتنوعة الإسلامية والقبطية، وأيضا الآثار المصرية القديمة. يعني هي جزء فعلا زي ما بيقولوا مصر الصغرى. طبعا الصحراء والجمال اللي موجود فيها، الخضرة، المية، هذا التنوع المناخي والتنوع البيئي اللي بتشمله محافظة فيوم يجعلها كما قال التقرير قبلة سياحية في المقام الأول. كيف نستطيع نستثمر كل ذلك؟ ده كله هنعرفه من خلال لقائنا مع أستاذ مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة والخبير السياحي. أهلا بحضرتك معانا. أهلا دكتورة سمر. يعني طبعا لما نتكلم عن محافظة الفيوم، يعني مجالات متنوعة ومختلفة. هي محافظة ساحرة، مش بس زي ما ذكرت بالتنوع الثقافي والتراثي، لا كمان الحرف التراثية وقرية تونس وأهلها نفسهم والتعامل معاها. محافظة ساحرة. هعرف من حضرتك أكتر مقوماتها وإزاي ممكن نستثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. محافظة الفيوم يعني هو كان يعتقد إن العالم كله موجود تحت البحر، وأول تل ظهر من البحر هي محافظة الفيوم كما يعتقدوا. عشان كده هي كانت منطقة من مناطق المحيط، عشان كده بنلاقي وادي الحيتان هناك. وأقدم حفريات في الدنيا كلها موجودة في الفيوم، وما زال تكتشف حفريات خطيرة وترجع إلى ملايين السنين في الفيوم. بالنسبة للفيوم هي أصلا كان اسمها أيام الفراعنة بير سوبك. بير سوبك يعني مكان الإله سوبك. سوبك اللي هو التمساح. لأن كانت منطقة أحراش فكان بيعيش فيها التماسيح، فهم اتخذوا التمساح كمثال لإله الشر سوبك، فعشان كده أطلقوا عليها بير سوبك. وبعدين اهتم بيها اليونانيين والرومانيين، وكانت محافظة مهمة جدا بالنسبة لهم، لدرجة ان بطليموس الثاني أطلق عليها اسم أرسنوي اللي هي أخته وزوجته كمان. بطليموس الثاني لما دخلوا البطالمة مع الاسكندر الأكبر، الاسكندر الأكبر دخل مصر 332 قبل الميلاد، وابتدوا يحكموا 323 مات الاسكندر، 305 حكموا البطالمة. بعد كده لما جم العرب والمسلمين ودخلوا مصر، بصوا لقوا ان الشعب المصري بيقول عليها بيوم. بيوم يعني بحيرة، فعشان كده من بيوم جت اسم الفيوم. فمحافظة الفيوم ديت موجودة تحت سطح البحر من 26 ل 42 متر، فعشان كده منطقة زراعية خصبة جدا جدا جدا. وزي ما سمعنا في التقرير وحضرتك قلتي، فيها آثار تبدأ من العصر العتيق اللي هي أوائل الأسرات. اكتشفوا فيها مقابر الأسرة الأولى والثانية، لدرجة كلمة ماكيت. ماكيت دي جاية من مقبرة اكتشف فيها ماكيتات في الفيوم، فعشان كده لما يجي شكل معين يتقال عليه ماكيت، لأن هي أول ماكيتات وجدت للحياة اليومية المصرية وجدت في هذه المقبرة في الفيوم. الفيوم فيها غير وادي الحيتان فيها وادي الريان. وادي الريان تم عمل بروتوكول ما بين وزارة البيئة وما بين المحافظة وما بين إحدى الشركات إنها تبقى ملاذ آمن لجميع الحيوانات البرية. أي حيوان بري هيتعرض لأي شيء هيجيبوه ويخلوه يتواجد في وادي الريان. وطبعا احنا عارفين شلالات وادي الريان والفيوم ديت من الأماكن المحببة للزيارات للمصريين. أجمل 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 سما تقدري تتفرجي عليها بالليل وتشاهدي النجوم في الفيوم. أجمل رحلات سفاري والتزحلق على نقاء الجو كمان. نقاء جو رهيب. ده كانت ملكية.
كان الملك موجود فيها هناك على طول في اوبرج الفيوم، ومعروف ان هو كان في اصطاده هناك البط. بس دلوقتي بقى فيها مشاهده الطيور لان هجرات الطيور النادره موجوده فيها. ودي سياحه يعني نمط سياحي لمشاهده الطيور وواتشنج البيردز وكده، دي نمط سياحي مهم. نمط سياحي خطير وبيجي له اجانب كتير. طبعا بيجي له اجانب كتير. وبعدين احنا كان عندنا الاستاذ بتاعي في كليه سياحه وفنادق دكتور حازم عطيه الله، كان ماسك قبل كده مستشار المصري في النمسا وجه محافظ الفيوم. يا ريت نعيد اللي كان عامله دكتور حازم عطيه الله. كان عامل مسابقه في النمسا ما بين 1600 مدرسه نمساويه. كان عنوان المسابقة مصر الماضي والحاضر والمستقبل. فكان بيخلي المسابقة ديت ما بين المدارس، واللي بيعمل حاجة عظيمة عن مصر اللي هي النمسا تكتشف مصر، أطلق عليها كده النمسا تكتشف مصر، كان بيدعو الطلبة اللي هم تفوقوا وعملوا مشروع كويس يجوا هنا في الفيوم. فاحنا لو عملناها في العالم كله تخيلي قد ايه، وفي كل اماكن، يعني نعملها برضو في الاقصر ونعملها في جنوب سيناء ونعملها في كل المحافظات. دي تجربه فريده عملها دكتور حازم عطيه الله. واتمنى ان احمد بيه عيسى وزير السياحه والاثار وعمرو بيه القاضي رئيس هيئه تنشيط السياحه يتواصلوا معاه ويعيدوا هذه الفكره، لان دي فكره عظيمه جدا 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 بتخلي العالم كله يرتبط بمصر ويكتشف مصر. التزحلق على الرمال وده يعني تم بالفعل ممارسة أنشطة كتير في صحراء الفيوم وفي وادي حيتان. يعني عايزة حضرتك برضو تكلمني عن أهميتها وإيه نمط السياح اللي بيروحوا. يعني فترة معينة كانت معروفة أنها محافظة الفيوم هي محافظة السياحة الداخلية، عشان الزيارة من القاهرة قريبة بيروح يوم ويرجع، رحلات المدارس ورحلات الجامعات. لكن استحداث هذه الأنماط السياحية وهذه الأنشطة السياحية زي التزحلق على الرمال، زي مهرجان أو إقامة مهرجان الحرف اليدوية في تونس، وأنشطة كتيرة جدا سياحية بتقام هناك بتجتذب الأجانب. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا دكتورة سمر. يا دكتورة سمر زي ما احنا قلنا لو عملنا مسابقة على محافظة الفيوم زي المسابقة اللي كان بيعملها دكتور حازم عطية الله، نبتدي احنا لو عملنا متحف لحفريات الفيوم اللي ترجع لملايين السنين في المتحف هناك، في ولكن يلقى الضوء عليه، يلقى الضوء عليه. يعني انت مصر ينقصها التنشيط بقوه او القاء الضوء. يعني مثلا في دلوقتي حمله بتتعمل في الخارج، الحمله دي ايجيبت او مصر يعني جميله او كده كده، لا الصوره هي اللي تقدر تجذب مش الجمله. فعشان كده يا ريت الحمله تبتدي تنشر صور عن مصر زي ما حضرتك قلت. في قريه تونس بيعملوا فيها رحلات داخليه، بس قبل الرحلات الداخليه دي ايام ما كان تونس بيستخدم فيها صيد البط كانت مليانة من كل دول العالم، كان منطقة للطلاينة مفضلة لأن فيه كانوا بيحبوا الصيد، فكانوا بييجوا يصطادوا البط وكانوا ينتظروا، وكانوا في ناس متخصصين وكانوا بيقدروا يجمعوا البط اللي اصطادوه ويروحوا بلادهم يرجعوا تاني يقولوا شوفوا احنا اصطادنا بط قد ايه. يا ريت ترجع تاني هذه سياحة الصيد بتقنين او بشكل معين، لان طبعا في بعض الطيور المعرضة للانقراض، ولكن في طيور ممكن اصطيادها وممكن ان احنا نرجع هذه السياحة. فاحنا لو عملنا سياحة السفاري زي ما حضرتك تزحلق على الرمال، نبتدي نعمل المسابقات ونبتدي نحط محافظة الفيوم بكل تراثها بكل جمالها، يروح محافظ الفيوم يحضر مؤتمر من المؤتمرات والبورصات العالمية اللي احنا بنحضرها. يعني احنا بنبقى موجودين في هيئة تنشيط السياحة في الستاند بتاع مصر، لما يبقى جنب ستاند محافظة الفيوم يعرض أنشطة الفيوم، وجنب محافظة الأقصر يعرض أنشطة الأقصر، وجنوب سيناء، وكل محافظة بدل ما أنا واخد ستاند 100 متر في 100 متر، لا ده أنا خدت المنطقة كلها لمصر وعرضت كل محافظة تقدر تجيب سياحة لنفسها وتبقى سياحة متكررة وتبقى سياحة طويلة الأمد، بدل ما أنا بعمل مثلا
مثلا على سبيل المثال 13 او 20 او 40 مليون ليله سياحيه، هعمل 150 مليون ليله سياحيه. ليه؟ لان السايح هيجي يقعد في الفيوم اسبوع، هيجي يقعد في الاقصر اسبوع لوحدها، ولما يبتدي اضاءه مثلا منطقه وادي الملوك بالليل هي مضاءه، بس يبقى في زياره ليليه ليها، لان احنا عايزين نكتر من السياحه وعايزين نوصل ل 28 مليون سايح. مش ممكن اكبس ال 28 مليون سايح في اوقات زياره محدده الصبح بس، فلازم افتح كمان بالليل يزوروا الاماكن الاثريه. واحمد بيه عيسى شغال بشكل خطير وفكر اقتصادي جميل ومتنور. وبصراحه قابلت برضو عمرو بيه القاضي عامل شغل بسم الله ما شاء الله عليه. يعني ايه تطوير اللي حضرتك ملاحظه في محافظه الفيوم في الاونه الاخيره، والى اي مدى نستطيع ان نجتذب اسواق متنوعه سياحيه من مختلف الدول؟ التطوير اللي انا شايفه الاهتمام بكل ما هو موجود بالفيوم، وبالذات اهتمام المواطن المصري. ولما المواطن المصري بيروح بيدي قوة للمواطن الأجنبي اللي أنا ممكن هعمل له دعاية وأجيبه بشكل خطير إن هو يجي. وتم تطهير البحيرة، كانت بحيرة قارون بتبتدي تنكمش، فخامة الرئيس السيسي أعطى الأوامر إن يبتدي تطهير البحيرة وترجع بحيرة قارون والناس تاخد فيها تاني الرحلات بالفلوكة. عندك هناك لما تروح الفيوم بتاكلي أجمل أكل في الدنيا طازة، يا إما لسه راجع من الأرض، يا إما طير لسه موجود، يا إما سمك موسى اللي موجود في بحيرة قارون. وزي ما قلت لك فيها آثار وفيها قصور للعرب. والفيوم ديت يعني هي بتبعد 100 كيلومتر بس عن القاهرة. للأسف في بعض الجروبات السياحية نقول لهم تعالوا نعمل لكم يوم الفيوم. لا، أنا عايز التسويق للمحافظة تكون قائمة بذاتها كحرف تراثية، كأماكن موجودة، كأنشطة ممكن تتعمل، كحفلات، كمهرجانات تبقى موجودة. في عندك تتعمل سياحة اللي هي السياحة الزراعية، اللي هو يروحوا يقعدوا في المزارع ويزرعوا مع الفلاحين ويجمعوا مع الفلاحين. ده نوع من انواع ده نوع من انواع السياحه الخطيره جدا اللي ممكن تتم في الفيوم والاهتمام بالريف بالظبط. كمان على ما اذكر ان كان في احتفال سنوي بتعامد الشمس على قصر قارون. في احتفالات وفي تعامد الشمس على قارون، وممكن يتعمل مهرجان لهذا الاحتفال. وزي ما احنا دلوقتي شركة وطنية كبرى عملت مهرجان قوي في العالمين، وبقى العالم عالمين، والعالمين اعلنت ان مصر بقت سياحة طول العام. يا ريت هذه الشركة الوطنية تبتدي تعمل مهرجانات وتعمل أجندة مهرجانات في مصر مختلفة. كلها. صح. كل محافظة في مصر كان بيتعمل فيها حفل أو احتفال قوي، إذا كان فرعوني أو يوناني روماني أو إسلامي، يتعمل مهرجان لهذا الحفل ويعاد هذا الحفل تاني، وتبقى حاجة عظيمة جدا جدا جدا. وتبتدي مصر فعلا تبقى السياحة ما تبقاش بس يجي السايح يا إما ينزل شرم الشيخ، الغردقة، أو الكلاسيك تور كايرو كروز أو كايرو فنادق عائمة. لا، احنا عايزين نبتدي السايح يعرف كل حتة فيك يا مصر. وفخامة الرئيس السيسي امبارح عمل اجتماع مع وزير الدفاع ومع رئيس الوزراء، وهيبتدوا ينشطوا الساحل الشمالي الشرقي بشكل رهيب. احنا عندنا الساحل الشمالي الغربي، عندنا الساحل الشمالي الشرقي روعة الدنيا. يكفي ان سيدنا ايوب عشان يشفى من مرضه نزل مياه في العريش. يعني كلام فعلا جميل، بشكر حضرتك جدا. وفعلا مصر قبلة سياحية بتنوع سياحتها. بشكرك جدا يا فندم. وفي نهاية لقائنا يا ريت النهارده تكون حلقتنا يعني اضافت الكثير، خاصة ان احنا اتكلمنا عن قطعتين غاليين جدا من ارض مصر، اتكلمنا عن السياحة، وفعلا مصر جميلة. كنا معاكم ومصر جميلة. الى اللقاء وحلقة جديدة.